بفضل هذا المشروع ونضال قوات الدفاع عن مشروع غيريلا وتضحيتهم للحفاظ على مكتسبات مشروع الأمة الديمقراطية. إننا اليوم وبعد سنوات الحرب ضد التنظيمات الإرهابية والفكر الإظلامي على زرع الرعب الإرهابي في أرجاء المنطقة متمثلا بداعش صنيعة الدول الرأسمالية. هدفه من ذلك القضاء على مشروع الأمة الديمقراطية الذي يجمع بين هذا الشعب، وقد استطعنا بفضل تضحيات أبناء وبنات شعوب المنطقة وقوات دفاع المشروع من تحرير هذه الأرض من قوات الإظلامية لتقوم دولة الاحتلال التركي اليوم بهجماتها الإرهابية على شعوب المنطقة انتقاما لخسائرهم الفادحة من منظماتها الإرهابية، مستخدمة جميع الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا ضد مقاتلي الغيريلا وأمام أنظار العالم أجمع والمنظمات الدولية مدافعة عن حقوق الإنسان. وقد أدت تلك الهجمات إلى استشهاد 17 رفيقا ورفيقة من قوات حماية الشعب، لتقوم حركة المرأة الشابة اليوم بهجماتها والفعاليات المناهضة لجرائم دولة الاحتلال التركي والصمت الدولي تحت شعار انتقام على هذه الجرائم لكي تصل رسالتنا إلى العالم أجمع إن صوت المرأة الشابة هو صوت الحق الذي يصرخ ويفضح جرائم. إن صوت اليوم هو صوت المرأة الشابة الذي يصرخ ويفضح جرائم هذا المحتل بحق شعوب المنطقة والعالم، وأننا مستمرون في حملتنا هذه حتى يصل صوتنا إلى ضمير ووجدان كل الشعوب في العالم، وتتم محاسبة هذه الجرائم التي لا يقبل بها لا عقل ولا دين ولا وجدان. عاشت مقاومة المرأة الحرة، عاشت أخوة الشعوب، يسقط الخونة